السلام عليكم. طاجين البي أحد الأطباق التقليدية الراقية بأنامل جزائرية، يتميز بمكوناته الغنية التي تمنحه نكهة فريدة وقواما متوازنا. يتألف هذا الطاجين من 3 طبقات رئيسية: اللحم والسبانخ والكريمة. لتحضيره نحتاج مقلاة نحط فيها نص حبة بصلة، 300 جرام لحم مفروم، التوابل. هنايا نحطو اللحم تاعنا بعد ما يطيب جانبا، نجيبو السبانخ نتاعنا نقطعوها فوق نص حبة البصلة اللي بقى، نزيدو عليها الزيت والملح والفلفل الأسود، نغطيه ونحطوه جانبا يطيب حتى يذبل. هنا نزيدو 4 حبات تاع بيض و100 جرام تاع فرماج، ونحركو نرحيو هذا الخليط كامل بالبراميكسور. نجيبو هنايا صينية الفرن تكون مفروشة بورق الزبدة، ونسويو الطبقة الأولى تاع اللحم نحطوها طيب على 180 درجة مدة 10 دقائق. هنا يكون السبانخ نتاعنا وجدوا، نزيدو نديرو لهم نفس الطريقة اللي درناها اللحم ونحطوهم يطيبوا. نجيبو الطبقة الثالثة، هي 250 جرام ريكوتا مع 4 بياض البيض اللي بقاولنا من الصفار اللي حطيناه في السبانخ. نحركوهم مليح، نميكسيوهم ونزيدو نحطوهم في الطبقة الثالثة. كانت معكم أنا دولتشي إي سالاتو. لا تنسوني من دعمكم أو نقدكم البناء. شكرا.